السلام عليكم يا شباب، معاك اخوكم محمود الهيتي. النهارده الاربع 15/8، الساعه 11:30 دلوقتي الصبح. هخش دلوقتي اوزن في مكان هنا. للاسف مش كل الانديه فيها اللي هو الجهاز اللي هو بتاع الامباري دوت، اللي هو الجهاز اللي بتقف عليه الميزان، بيحسب لك الكتله العضليه والدهون والسعرات الحراريه والحاجات دي. الجهاز ده كويس جدا، يعتبر من احدث الاجهزه اللي نزلت يعني، او ممكن يكون في احدث منه وانا ما اعرفش. ما تعلقش على الكلمه دي يعني، لو ما طلعش هو احدث حاجه يعني. ففي مكان هنا هوت بتاع صحه وحوارات فاشله كده هوت، فهم عندهم الميزان دوت، فهخش ادفع عليه دلوقتي مبلغ محترم عشان اوزن. ان شاء الله هبتدي تاني اتمرن تاني مع كابتن هاني. اللي يعرفني كويس انا كنت بتمرن من اول السنه لغايه شهر 4 5 كده معاه، وبعد كده من شهر 5 لغايه دلوقتي ريحنا بس في الدايت، ما ريحناش في تمرين. انا لسه الحمد لله بتمرن كويس جدا. من ساعه رمضان ريحت في الكارديو بس ما ريحتش في التمرين الحديد يعني. فمريحين من الدايت شويه، وان شاء الله هبتدي اعمل ممكن الاسبوع الجاي ولا اللي بعديه على حسب. انا بعت له الارقام دي كلها عشان يبعت لي الدايت بتاعي يعني. فالتمارين ان شاء الله هعمل الفيديوهات كده بطريقه جديده. عايز بس تعليقاتكم، عايز اعرف الطريقه دي هتبقى كويسه ولا الطريقه القديمه احسن اللي هي بس التمارين وخلاص مش هتكلم. فتابعوني ان شاء الله ونشوف ايه النظام. ورجعنا لكم تاني اهوت، ولسه طالع من العياده، يا دوبك سوقت بس للجيم. خدت اللي هو الانبادي بتاعي. طبعا مكتوب لك فيه بقى حجم الميه، حجم الدهون، حجم العضلات، اهم حاجه تعتبر فيها اللي هو بيقول لك كام كالوريز محتاج عشان تحافظ على العضلات اللي عندك يعني. فان شاء الله هبعته لكابتن هاني بينك، وان شاء الله هستنى بقى الدايت بتاعي ونبتدي مع بعض يعني. هخش اتمرن صدر وعقله ان شاء الله، وهظبط الفيديو. يلا اشوفكم على خير. اول تمرين اهو دخلتها كان اللي هو الصدر العالي بالبار. انا شخصيا بحب الاوزان الحره اكتر من المكن. الاسبوع اللي فات طبعا كان حاجه استثنائيه، المكن كان فظيع جدا يعني. ما بخشش بقى ب 12 ولا ب 10 ولا ب 8 ولا ب 6. انا بسخن كويس جدا في اي تمرين ليا، بسخن كويس جدا. واي حاجه بجيب فيها اكتر من 12 عده ما بحسبوش دور اصلا يعني. فبحاول اشيل وزن اجيب اخري فيه من 8 ل 12 او من 6 ل 12. لو جبت مثلا في تاني دور جبت وزن مثلا وكان اخري فيه 10 عدات، خلاص بخلي الوزن دوت او بزوده شويه. بس طالما انا بجيب اخري من 6 ل 12 بوزن يبقى هو ده كويس. مفيش بقى، مش لازم تعرف انت بالظبط هتجيب كام عده بالوزن دوت، انت تخش وتجيب اخرك. لو انت داخل بالظبط وعارف هتجيب 10 عدات يبقى انت كده بتلعب غلط يعني، او ما بتلعبش الافاده الكامله، مش قصدي ما بتلعبش غلط. آه طبعا انا شخصيا بقالي فتره بحب السوبر سيت. مش معنى كده ان انا طول حياتي بتمرن سوبر سيت، لا، انا طول حياتي بتمرن عضله واحده كبيره او صغيره. بس هي فتره مؤخرا انا لقيت نفسي بحب او مايل اكتر للسوبر سيت، وبتجيب معايا نتيجه احسن بكتير جدا في شكل العضلي نفسه. فزي ما انتم شايفين انت ممكن تتمرن تمرينة الصدر دي لوحدها خالص. مش شرط الترتيب يعني، انا واحد من الناس معترف ان مش شرط الترتيب خالص يعني. وعايز تجربها سوبر سيت ده حاجه بتاعتك انت يعني، بس انا شخصيا ده اسلوبي مؤخرا يعني. آه بس هو كلها فكره، كلها شويه تمرينات بتحطها وما بلعبش بسرعه، عشان الناس اللي مفكره ان انا بخش سوبر سيت ورا بعض على طول، لا بالعكس. انا بريح شويه باخد نفسي. وبعد كده بكمل عادي جدا عشان اعرف اشيل اوزان كويسه واعرف اكون بلعب صح يعني. وبحب انهي اي تمرينة صدر بالمتوازي يعني. فيا رب تكون التمرين عجبتكم، ولو عايزين تمرينات زي ديت برضو قولوا لي وربنا ييسر الحال. السلام عليكم شباب، لسه مخلص دلوقتي تمرينة الصدر والعقله. عايز اعرف ارائكم في طريقه الفيديو الجديده دي، عجبتكم ولا لا؟ ده منظري بعد ما خلصت. انا واحد من الناس معترف لازم يطلع عينك تجيب اخرك في التمرين عشان يبقى التمرين صح. المعلومه اللي بقولها لك مش بقولها لك وراها غرض. انا لا عايزك تيجي تتمرن معايا اونلاين ولا عايزك تيجي تتمرن معايا حاجه. انا مجرد بشجع نفسي وبشجعك ان انت تتمرن. يلا، السلام عليكم.